ما كان بيناتنا مشاكل قد ما كنتوا انتم السبب الرئيسي في المشاكل. مراتك دارت، مراتك لا احتفلات، مراتك علاش سافرت، مراتك علاش خلاتك، مراتك علاش دارت لك هادي. دائما توصل الهضره من نهار اللي تزوجت انا لا مولاتي وانتم في التحريض وفي التحراش وفي التعمار. عندي لي بروف، عندي ادله من نهاري الاول، كل نهاري الاول من شهري الاول الحنه باقا خضره في يديا. وانت اول نقاش تناقشنا انا وياه شنو قالوا لي؟ ما عندك ما دير بها، طلقها، راه باغا ديرك تحت الصباط. عقلتي على هاد الجمله؟ راك عارفه شكون اللي قالتها؟ مولات الاموال الطائله. فعلا حاليا مفارقه انا وداك السيد مده دابا 4 شهور، طلعت 5 شهور من قبل من رمضان سيمانه. تفارقنا وقررت طلب الطلاق وبغيت تطلاقي. ومن هنا كناشد السيده مولات الاموال الطائله انها كيف ما دارت البديره مده تاع 3 سنين دابا باش نطلق، حتى دابا كنطلبك كيف ما خلصتي المحامي شحال هذا وانا عندي لي بروف وعندي ادله وعارفه كل شيء، ما كذبتش عليك ولا كذبت عليك. الله يرزقني في صحتي، بغيت نفقت ولدي، بغيت حقوق ولدي، لا غير او بغيت حتى شي حاجه. انا طلعت هنا مجبره باش ندافع على نفسي لانكم كتكذبوا عليا في الخاص. هي صاحبه الاموال الطائله اللي راكم عارفين بلا ما نبين لكم ولا نسمي لكم، لحقاش نخاف منهم، نخاف على راسي، مازال ولدي محتاج ليا، راكم عارفين. والله ما يعقلوا عليا انا، ولكن ماشي مشكل حتى كاع الا غلط ولا شي حاجه. انا من هنا كنقول لهم ديروا اي حاجه وعجباتكم. انني وصلت لهذه المرحله نحل الكاميرا وندوي هكا حتى الكاس فاض، الضغط يولد الانفجار.